بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقل ما يقال عن خطاب العبادي أنه خطاب مثير للشفقة، والأكثر إثارة للشفقة من العبادي قناة العراقية اللي طبلت قبل الخطاب ساعة من الأغاني والأناشيد وكأنه سيحصل فتح عظيم بهذا الخطاب. هذه القناة التي تبيع الذمة لأي سلطة قادة، لأي سلطة مهما كانت. باعوا ذمتهم لإياد علاوي، باعوا ذمتهم قبلها لبريمر، باعوا ذمتهم لإبراهيم الجعفري، باعوا ذمتهم المالكي، باعوا ذمتهم العبادي. عجيب ذول الناس اللي موجودين بهذه القناة، عجيب، يعني أمر يدعو الاستغراب. هذه قناة تمثل الشعب هذه؟ لا والله. المهم، خطاب العبادي اللي المفروض يعلن به عن تغيير وزاري جوهري كما اسماه، المشكلة فيه أنه وجه خطابه إلى الكتل السياسية ودعاهم إلى المساعدة في إحداث هذا التغيير من أجل قيادة البلاد إلى بر الأمان. أي كتل سياسية تخاطبها؟ الكتل السياسية اللي رشحت لك وزير مالية خريج علوم سياسية، لو الكتل السياسية اللي رشحت لك وزير فاشل مثل باقر الزبيدي، لو الكتل السياسية اللي رشحت لك وزير بلديات وهو خريج علوم، لو وزير إسكان وهو خريج علوم إسلامية. هي هاي الكتل اللي تسعى إلى أن تساعدك في إحداث التغيير. كتلتك أنت اللي منعتها اللي هي حزب الدعوة ما قدرت تمنعهم من أن يفرضون واحد مثل خالد العطية يصير رئيس هيئة الحج والعمرة. أنت نفسك كتلتك ما تقدر تتحكم به. القناة اللي ممولة من حزبك ما تقدر تتحكم به. خالد العطية فشل في انتخابات مجلس النواب في الديوانية وطردوه بالأحذية، كان رئيس قائمة رقم 1 الائتلاف دولة القانون وطرد بالأحذية وما فاز، والآن خليتوه رئيس هيئة حج وعمرة رغم عن كل الناس، رغم أنه مرفوض شعبيا. جبت واحد كان محافظ سابق بكربلاء لأنه من حزبك خليته معاون وكيل إدارة وفن بوزارة الداخلية بديلا عن عدنان الأسدي. ايش بدلت انت؟ الكفاءات اللي انت مستحكي بيهم واللجنه اللي خليتها ما بدت بحزبك؟ شوف مستشاريك منو انت؟ وليد الحلي وغير وليد الحلي، هم ذول التكنقراط اللي يقودون البلد بهاي الازمه اللي احنا بيها. وبعدين هذا اسلوب الرشوه للناس، راح توزع على الناس قطع اراضي. ما تبطلون؟ مو عيب عليكم؟ الخطاب يحكي عن تغيير وزاري، جاب قضيه توزيع الاراضي بالنص، حكيت عن تغيير وزاري وحكيت عن إجراءات اقتصادية تتعلق بالأزمة. شنو علاقة توزيع الأراضي بالنص؟ كافي رشوة للناس، كافي تريد تشترون ذمم الناس، كافي استهتار بعواطف الناس، كافي كذب على الناس. أنت مو قد المسؤولية. أطلع يا أخي قول أنا ما أقدر، الكتل غير قابلة للإصلاح. أطلع، ليش تخلي نفسك واجهة للفساد؟ تدري ليش؟ لأن أنت شخص فاسد. طوال 8 سنوات دافعت عن الفاسدين واستمريت بالدفاع. حزبك فاسد وكتلك فاسدة والكتل التي شكلت بها الحكومة فاسدة. حد النخاع. خطابك هذا اضحك بيه على جماعتك، اضحك بيه على الناس اللي داير مدايرك، اللي ضحكوا عليك وقالوا لك اكتب منذ أن تشرفنا مو منذ أن تكلفنا برئاسة الوزراء، لأن المنصب تكليف مو تشريف. حتى صيغة الخطابات اللي تستعملوها صيغة فوقية وكأنه أنتم تفهمون والناس لا تفهم. عن أي كفاءات تتحدث دكتور حيدر العبادي؟ شوف رئاسة الوزراء والكفاءات اللي بيها، شوف مستشاريك منو، شوف خالد العطية، شوف الناس علي العلاق وجماعته. لو في بلد يحترم نفسه علي العلاق يصير محافظ بنك المركزي العراقي؟ في بلد مثل العراق يطرد سنان الشبيبي وتجيبون مكانه على العلاق؟ بئسا لكم. وكافي رشوة للناس، الناس بعد ما ينضحك عليها، ما ينضحك عليها. اضحكوا على أنفسكم.